السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ طيب خليني الاول اعرفكم بنفسي. انا اسمي محمد اسامة، انا بشتغل في مجال الاب ماركتينج والبرفورمانس ماركتينج بقالي حوالي اكتر من 6 سنين. اشتغلت مع ابس كتيرة في مصر والسعودية، والحمد لله حققت معاهم ارقام كويسة. من ناحية الجروث كان اكتر حاجة بشوفها كتير عند معظم الناس اللي كنت بشتغل معاهم هو الكومبليشن او السيت اب بتاع الام ام بي الخاص بيهم، اللي هم بيراقبوا بيه كل النتائج من كل البلاتفورمز وبيعملوا اوبتمايزيشن بناء عليها. فعشان كده انا في الفيديوهين دول او في الفيديو ده هتكلم معاكم عن ازاي نعمل سيت اب لادجاست او اي ام ام بي تاني كله بياخد نفس الدايركشن او نفس الطريقه في السيت اب. فهتكلم معاكم عن ازاي نعمل سيت اب ليهم بشكل مظبوط علشان يضمن ان احنا بنشوف ارقامنا بشكل سليم، وبالتالي بناخد عليها قرارات مظبوطه للاوبتمايزيشنز للكامبينز بتاعتنا، وبنعمل ديسيجنز مناسبه للارقام اللي احنا بنشوفها. طيب اول حاجه خلينا نبدا نتعرف. احنا هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم عن الاول ايه هو ادجاست او ايه هو اي ام ام بي، ليه بنحتاج الام ام بي، وتركيبه بيبدا ازاي، وازاي بنعمل سيت اب للايفنتس، وبنعمل تيستنج ازاي، وايه اكتر الغلطات او اكتر الاخطاء اللي بشوفها ناس بتقع فيها من الاول من بدايه السيت اب. طيب خلينا نتكلم عن الصوره الكامله لليوزر بتكون عامله ازاي. اليوزر لما بيشوف اد بيعمل انستول. لو احنا عاملين اب انستول كامبين، بيعمل انستول للابليكيشن، وبعد كده بيخش على الاب وبيبدا يبراوز الاب ويفاير سام ايفنتس زي الساين اب، زي الاد تو كارت، زي البيرشيس. والايفنتس دي بتروح للادز بلاتفورم بتاعتنا. طيب المشكله هنا بتكون ايه؟ المشكله هنا بتكون ان احنا لما بنكون عاملين سيت اب للاس دي كي بتاعت كل بلاتفورم، احنا ما بنكونش دلوقتي عارفين كل بلاتفورم لما بيحصل انستول، كل بلاتفورم بتقول ان انا اللي جبت الانستول ده، انا ان الانستول ده جه عن طريق، لان كل بلاتفورم بيكون ليها اتريبيوشن ويندو بتفضل تتراك اليوزر وبتفضل تقول ان انا اي كليم الانستول ده خلال الفتره بتاعت الاتريبيوشن ويندو بتاعتها. فما بيكونش عندك يونيفايد فيو او مكان واحد بتقدر تشوف منه كل بلاتفورم، او هي اللي بتاتريبيوت الانستول دي او الشخص ده، وبتقول ان الشخص ده جه عن طريق بلاتفورم معينه. فهنا بيجي بقى دور الام ام بي. الام ام بي هو يونيفايد فيو، هو عن طريقه هو بيقول لنا الانستول ده او اليوزر ده جه من اني بلاتفورم، وبيعمل له اتريبيوشن للمنصه الخاصه بيه، وعن طريقه بنعرف بقى احنا ايه المنصات اللي فعلا فعاله معانا، اللي فعلا تكلفه العميل عندها بيكون اقل، وبالتالي بناء عليها بنعمل اوبتمايزيشن للكامبينز بتاعتنا. فهو كده ببساطه هو ثيرد بارتي تول بتساعدنا عشان نتراك ونميجر ونعمل انالايز للبرفورمانس بتاعنا بتاع الكامبينز بتاعتنا، وناخد ديسيجنز تساعدنا ان احنا نحدد فين الافكتفنس او فين افضل بلاتفورم او كامبينز هي محققه مع نتائج، ونبدا نزيد الصرف عليها ونقلل على اللي ارقامه مش كويسه. طيب ايه الحاجات اللي بيساعدنا فيها اي ام ام بي؟ زي ما قلت احنا بنتكلم على ادجاست، بس الكلام بينطبق على كل الام ام بيز. الاتريبيوشن زي ما قلت هو بيورينا كل بلاتفورم ايه اللي جه من كل بلاتفورم. الميجرمنت القياس، يعني بيورينا كل البلاتفورم اليوزرز اللي جه منها ايه الايفنتس اللي عملها لما جه من البلاتفورم دي، يعني دخل عمل ايه، دخل على اذا كان عمل ساين اب، اذا كان عمل اد تو كارت، اذا كان عمل بيرشيس، ولما بيعمل بيرشيس الريفينيو بتاعت البيرشيس دي بتكون قد ايه. فبيكون عندنا شكل الريفينيو اللي بيجي من كل يوزرز لكل بلاتفورم. تالت حاجة الديب لينكينج. وهنا احنا لما بنكونش عايزين نودي اليوزرز على صفحة الهوم بيج او الهوم سكرين في عندنا في الابليكيشن، فاحنا ساعتها بنعمل حاجة اسمها ديب لينكينج عشان نوصله لصفحة برودكت معينة او لصفحة معينة سكرين معينة عندنا جوه الاب. رابع حاجة هو السكان. والسكان ده ببساطة لو انت عندك معظم اليوزرز عندك بيستخدموا اي او اس، زي مثلا
السعوديه. ف في بعد الاي او اس برايفسي ابديتس اللي حصلت، ما بقاش في داتا بتيجي عن الابليكيشنز غير عن طريق ابل، فيما يسمى السكاد نتورك، وهشرحها بعد كده. فانت عن طريق السكاد نتورك دي انت بتعمل سيت اب للسكان عندك جوه ادجاست، علشان تقدر تستقبل الداتا دي صح من ابل، وتقدر توزع، بالتالي توزعها على كل البلاتفورم اللي انت شغال عليها. واخر حاجه هي الفرود بريفنشن، وان انت بتم يعني في الاب ايكو سيستم بيكون موضوع الفرود ده منتشر جدا، ان تشوف انستولز وهميه، تشوف يوزرز بيعملوا كليكس كتيره جدا على الابلكيشن، وبالتالي بيتحسب عليك كاتريبيوشن جامده وبتعمل مشاكل عندك على الابلكيشن. فوجود ام بي بيمنع حدوث الانواع دي من الفرود، فيما يسمى الفرود بريفنشن. فالداتا اللي انت بتشوفها بتكون داتا يوزرز حقيقيين. من غير ام بي انت فلوسك مش عارف بتروح فين. ليه بقى؟ لان انت مش عارف تكلفه الاكتساب الحقيقيه لكل تشانل. انت بتبقى عندك كاك، اوفرول كاك، الصرف على عدد اليوزرز من الباك اند، لكن مش قادر تعرف كل بلاتفورم جابت لك يوزرز قد ايه. نفس الكلام السورس، انت مش عارف انهي سورس هو الحقيقي، هو اللي بيجيب لك فعلا الريل فاليبل يوزرز ليك وللبيزنس بتاعك، المستخدمين اللي بيقدموا لك فاليو حقيقيه. ومش قادر تعمل اوبتمايزيشن لان انت مش عارف كل بلاتفورم بتجيب لك قد ايه بالظبط. ونفس الكلام بالنسبه للرواز، انت مش قادر تعرف كل تشانل بتحقق لك رواز قد ايه. عشان كده انت من غيرها انت ما بتبقاش فعلا عارف فلوسك بتروح فين. طيب ايه الخطوات اللي بنعملها علشان نعمل سيت اب لل ام بي بتاعنا؟ حطه كده في جيرني بسيطه وسريعه. هو الموضوع مش معقد، الموضوع بسيط علشان نبدا نعمل سيت اب للام بي بتاعنا. طيب خليني، ده كده لما بتخش تعمل ادجاست اكونت، ده كده شكل السيت اب اللي بتشوفه. فبتعمل ايه؟ تيجي هنا بتعمل نيو اب، بتكتب اسم الاب بتاعك، نقول تيست، وبتسلكت الكرنسي اللي انت عايزها تضاف، وبتعمل اد اب. بتبدا تضيف بقى البلاتفورم اللي هو اي او اس واندرويد. اول حاجه بنبدا اي او اس، بيطلب هنا منك حاجه اسمها الاب اي دي والاي او اس باندل اي دي. لو انت اي او اس اب بيبقى عندك حاجه اسمها اب ستور كونكت اكونت، ده تقدر تطلبه من الديفلوبر، هيعمل لك اكسس عليه. وبتيجي هنا تخش عليه، بتروح توصل لحاجه اسمها الاب انفورميشن. في الاب انفورميشن دي بيكون في حاجه اسمها الابل اي دي، هي دي اللي بتاخدها وبتضيفها هنا في الاب اي دي. وعندك الاي او اس باندل هنا اللي هو الباندل اي دي بتاخدها كوبي وبتضيفها هنا في الاي او اس باندل اي دي. وبتخلي الديفايس تايب يونيفرسال عشان كل الديفايسز تشتغل، سواء جاي من ايفون او من ايباد. وهنا settings دي اوبشنال، لو انت عايز تدايركت اليوزر على كاستم يو ار ال ما يروحش على الاب ستور. ولو انت عايز تبعت داتا معينه للاب ستور كونكت بتقدر تعملها من هنا، بس دي اوبشنال انت مش بتحتاجها في الاول. فبنضيف الداتا، تعال نضيفها سوا. هنا الابل اي دي بتضيفها في الاب اي دي، وبعد كده الباندل اي دي هتضيفها في الاي او اس باندل اي دي. بتدوس سيف. كده احنا عملنا الاي او اس اب. بعد كده هنعمل الاندرويد. هنا الفيريفيكيشن لما بتخلص، لما بتضيف الاس دي كي، بعد كده اول دوت ليتر كده بنيجي نعمل كونكت. هنا بنختار اندرويد، جوجل بلاي. هنا بيطلب منك بقى الاب اي دي. الاب اي دي في اندرويد هو عباره عن، لما انت مثلا عارف اسم الاب، مثلا تعال نشوف مثلا طلبات جوجل بلاي طلبات، بيظهر هنا اي دي. كل اللي بعد اي دي ده بتاخده لحد علامة الاند اللي في الاخر دي هنا، كوبي. هو ده بيكون الباندل اي دي بتاع الاندرويد، وبتيجي تحطه هنا في الاب اي دي. كده تمام. انت كده عملت، طبعا ده مثال يعني. كده انت عملت الاي او اس والاندرويد. طيب بنعمل ايه بعد كده؟ بعد ما بتعملهم بيبقى عندك هنا
الاب توكن. طبعا دي اهم حاجه بقى، دي لازم تاخدها كوبي وتبعتها للديفلوبر وتبعت له، او اكيد طبعا كل ديفلوبر يعني الموضوع بيبقى سهل. الاس دي كي دوكيومنتيشن ده لو انت الابلكيشنز عندك نيتيف تقدر تستخدم اندرويد او اي او اس على طول، او لو انت وبنيين الابلكيشنز بتكنولوجيز معينه، كل تكنولوجي ليها الاس دي كي بتاعتها. وهو اهم حاجه بقى ياخدها منك هو الاب توكن ده، علشان بيضيفه على الاس دي كي علشان يقدر ياتريبيوت او الداتا او يبعت الداتا للادجست المظبوط او الاكونت المظبوط اللي انت عملته على ادجست. فكده عملنا الاس دي كي. الخطوه اللي بعديها بعد ما عملنا الاب عملنا الاي او اس الاندرويد وخلاص وعملنا الاب توكن وبعتناه عشان يتضاف، بنخش بعديها بقى على الخطوه الثانيه والمهمه هي الايفنتس. الايفنت سيت اب. طبعا كل ايفنتس، كل نوع من الابلكيشنز بيكون ليه الفلو بتاعه واليوزر فانل بتاعته المختلفه. يعني مثلا لو انت سبسكريبشن اب، الايفنتس متوقع انت تشوفها هي زي الساين اب، الستارت ترايل، السبسكرايب، رينيوال. لو انت اي كوميرس اب بيبقى شكل الايفنتات اللي بتشوفها هي الفيو برودكت، الفانل العاديه بتاعت الاي كوميرس، اد تو كارت، تشيك اوت، بيرشيس. لو انت ليد جنريشن بتشوف الفانل بتاعت الليد جنريشن اللي هي ساين اب وليد سبميتد وكواليفايد ليدز. طيب بتعمل ايه بقى؟ هتلاقي هنا شيت هسيبهولك في الديسكريبشن. هنا بتعمل فيه ايه بالظبط؟ بتخش على الابلكيشن اللي انت شغال عليه، وبتبدا انت كانك يوزر عادي خالص بتبراوز الابلكيشن ده، وبتبدا لكل ايفنت بتعمله او كل اكشن اليوزر بيعمله تسجلها كايفنت ان انت عايز تعمل له تراكنج. من اول ما بتخش على من اول الهوم سكرين، من اول ما الهوم بيج بتاعتك بتفتح، وكل ما بتزود ايفنتس كل ما بتخلي احتماليه لما يحصل عندك مشكله، لما يحصل دروب اوف، لما تشوف ان الارقام بقت غريبه، تقدر تعرف المشكله بشكل اسرع، لان انت شايف اليوزر جيرني وشايف الفلو بتاع اليوزر بتاعك كله كارقام، وشايف كل حاجه قدامك على الداشبورد بتاعتك في الام ام بي او في ادجست او في الام ام بي يعني. فبتضيف اسم الايفنتس كلها بعد ما بتعمل الحركه اللي انا بقول لك عليها دي، ان انت تبراوز الايفنت كانك يوزر عادي. وبعد كده لكل ايفنت تحط له ديسكريبشن. ليه بقى؟ في ايفنتات كتيره انت مش هتبقى تبص عليها، مش هتبقى واخده بقى، مش هتبقى واخد بالك منها او مش مركز معاها، لكن لما بتحصل مشكله وبتلاقي ان في ايفنت معين حصل فيه دروب اوف او ايفنت معين هو ده سبب المشكله، ساعتها لو انت مش متعود تبص عليه وانت الايفنت ده حصل فيه مشكله ومش فاكر كان بتاع ايه، هتبقى مشكله كبيره قوي. انما لو انت عامل دوكيومنتيشن كاتب كل ايفنت بالظبط وانت بتعملهم كان عامله عشان ايه بالظبط، فبترجع تاني للدوكيمنت بتاعك اللي انت عامله اللي هو حاجه بتكون شبه كده، وبتبص على الايفنت ده وبتقول ايوه، بتفتكر ان الايفنت ده كان بتاع ايه وبتقول ايوه يبقى انا المشكله عندي او الدروب اوف عندي بسبب الحته دي. فيا جماعه احنا في عندنا مشكله هنا محتاجين نبص عليها، وبتبدا تانفستيجيت بقى ايه المشكله اللي عندك من اول ما بتوصل لسبب المشكله او المشكله جايه منين يعني. بعد كده لو انت عايز تبعت بارامترز مع كل ايفنت، مثلا ده مثلا انت عايز تبعت برودكت نيم، عايز تبعت بروفايدر نيم، عايز تبعت وات ايفر، بتبعتها في البارامترز دي. بس دي بتكون مهمه لو انت او بتكون مفيده معاك لو انت بتستخدم حاجه اسمها رو داتا. دي هبقى اعمل فيديو اتكلم عنها بشكل تفصيلي، لان هو حاجه فيها حاجه معقده شويه من ناحيه التكنيكاليتيز، بس هي بتوريك كل حاجه عندك على الابليكيشن. بعد ما بتختار الايفنتس وبتحط الديسكريبشنز والبارامترز، بتيجي بقى للايفنت توكن. الايفنت توكن عشان تعمله خليني برضو في حته عايز اقول لك عليها، ان انت بتعمل كل ايفنت حاول الايفنتات المهمه، زي مثلا لو انت مثلا في اي كوميرس، الايفنتات المهمه زي الاد تو كارت والتشيك اوت والفيو برودكتس، كل الايفنتات دي اعمل منها نوعين من الايفنتس. ايفنت عادي بيعد ايفنتس، وايفنت يونيك بيعد يوزرز، عشان في نوعيات ايفنتات انت بتحتاج تعمل ليها فانل اناليسيز، تشوف اليوزرز بيتحركوا ازاي، الدروب اوف عامل ازاي من كل خطوه لكل ستيب للستيب اللي بعدها. شبه كده الفانل اناليسيز اللي بيبقى موجود او اللي موجود في الاي كوميرس تراكنج في اناليتكس بتاع جوجل اناليتكس للويب ابلكيشن، للويب ابلكيشن اي ويب سايت يعني. فبيكون اللي هو الاي كوميرس فانل اناليسيز اللي بيوريك
الشكل اليوزرز عاملين ازاي في كل ستيب لحد ما بيوصل لمرحله الشراء. فاعمل تو ايفنتس من الايفنتات دي، واحد عادي وواحد يونيك. طيب بتعملهم ازاي؟ بتيجي هنا هتلاقي فيه ايفنتس، هتعمل اد ايفنت، تكتب اسم الايفنت اد تو كارت مثلا، وبتيجي هنا تمام تعمل اد ايفنتس، بيظهر لك هنا توكن، بتاخد التوكن ده وبتحطه هنا قدام الايفنت اد تو كارت. وبالنسبه لليونيك ترجع تاني اد تو كارت مثلا يونيك، وبتدوس تعمل تشيك بوكس، تعمل تشيك للبوكس ده، فكده بقى الايفنت عندك يونيك. تعمل اد تو كارت، بتاخد ده كوبي بتحطه هنا. فانت كده ده بيعد لك ايفنتس، وانت لما بتيجي تعمل الريبورتات ده بيعد لك ايفنتس، وده بيعد لك يوزرز. كده احنا عملنا بعد ما بتعمل بقى الليسته بتاعتك دي، ليست الايفنتس دي بتبعتها للديفلوبر علشان يبدا يشتغل عليها. حتى برضو الديسكريبشن دي برضو من الحاجات اللطيفه، ان هي وانت لما بتبعت الدوكيومنت ده للديفلوبر خلاص مش بيضطر يرجع لك تاني، هو خلاص بيفهم كل ايفنت هو مكانه فين، فبيبدا يعمل سيت اب بشكل مباشر من غير ما يرجع لك. فالكوميونيكيشن او العمليه بتتم بشكل اسهل بكتير يعني. ماشي، كده خلصنا الايفنتس. خش على اللي بعديها، الحاجات اللي بنشوفها غلط. من الحاجات يعني اللي بتتعمل غلط، هي في إن كنت بشوف الام ام بيز او ادجست. عايز ارجع بس حته تانية، ان هنا في زي ما قلت لك اليونيك والايفنتس، الايفنتس بتعدي اليونيك واللي مش بتعدي اليونيك. في بعض الام ام بيز انت مش بتضطر تعمل السيت اب اللي انا قلت عليه ده، زي انك تعمل ايفنت يونيك وايفنت عادي مش يونيك. عادي انت الموضوع عندك بيكون الام ام بي ذات نفسه بيتراك اليونيك وبيتراك الايفنتس العاديه. فانت مش بتضطر تعمل الحركه دي، بس ادجست بتضطر تعملها، لان هو مش بيتراك بشكل دايناميك او مش بشكل اوتوماتيك، يعني مش بيتراك اليونيك ايفنتس، فانت اللي بتضطر تعملها. مش الحاجه اللي بعديها بقى هي موضوع الايفنتس والريفينيو. حاجه من الحاجات المهمه ان انت لازم تفهم الديفلوبر ان انت محتاج تتراك الريفينيو علشان يعمل حسابه ان هو بيعمل البيرتشيز ايفنت او الكونفرجن ايفنت، انه يبعت معاه الريفينيو عشان تقدر تشوف بقى الرو اس بتاعك، ولو عايز تحسب ال تي في. فانت محتاج ان انت تقول له لازم تعمل لي الريفينيو من الاول، علشان ما تبقاش ما يعملهاش ويبقى في ايفنتات جت وبيرشيز جت من غير ايفنتس، فيعمل لك مشاكل في الريبورتس بتاعتك. الحاجات بقى اللي لازم تعملها قبل ما تبقى لايف، تتاكد ان الايفنت فايرد عن طريق التستنج. هوريكم ازاي دلوقتي بنعمل تستنج. تتاكد ان الريفينيو بتوصل. تتاكد ان الكامبين، لما في الفيديو الجاي هوريكم ازاي بقى بنعمل انتجريشن مع كل البلاتفورم زي ميتا، تيك توك، سناب شات وجوجل. وتتاكد ان الاتريبيوشن شغال صح، وان هو بياتريبيوت لتشانلز معينه. طيب خلينا الاول نشوف قصه التستنج. انت عندك هنا في ادجاست لما بتعمل ابلكيشنز بتظهر لك حاجه هنا اسمها ايه؟ تيستنج كونسول. بتخش عليها بتجيب حاجه اسمها الادفرتايزنج اي دي. الادفرتايزنج اي دي تقدر تجيبه من ابلكيشن اسمه اي دي اف اي اي تي تي. بتخش عليها وبيظهر لك الاي دي اف اي. الاي دي اف اي ده من الاخر كده هو رقم يونيك خاص بكل ديفايس، يعني كل ديفايس في العالم ليه اي دي اف اي خاص بيه، علشان يتراك بيها بيتراكوا بيها اليوزرز وهم بيتحركوا جوه الابلكيشنز وجوه الانترنت، علشان يتعمل لهم تراكنج وتستخدم الحاجات دي في الاعلانات. وهو دي الحاجه الرقم اللي منعته او اللي عملت ابل عليه ليميتيشن وما بقاش بيتبعت لكل البلاتفورم، وحصل من بعديها مشكله التراكنج اللي هكلمكم عليها بعد كده يعني. فالرقم ده بيطلع لك، بتاخده هنا كوبي، وبعد كده بتيجي هنا في الادفرتايزنج اي دي بتضيف الرقم بتاعك هنا، ده مثلا مثال، وبتخش على الابلكيشن. بتخش على الابلكيشن بتاعك تبدا تعمل تتراك او تعمل فاير لشويه ايفنتس، زي مثلا تخش على الهوم بيج، تدوس مثلا على كاتيجوري بيج، تخش على سب كاتيجوري، تعمل اد تو كارت، تعمل تشيك اوت،
تعمل بيرشيس، تعمل كل يعني ايفنتات معينه او الايفنتات اللي انت عايزها، تبدا تتحرك وتبقى فاكر انت عملت ايه. بعد كده تيجي تعمل فيو ديفايس داتا، هتلاقي هنا بيظهر لك ايه بقى. طبعا كمان بيظهر لك الانفورميشن الاتريبيوشن بتاعتك. لو انت مثلا دخلت من لينك بتاع بريفيو مود من اي بلاتفورم، هيظهر لك هنا، هيقول لك دي البلاتفورم اللي انت دخلت منها، وبيظهر لك الكليك تايم كان عليها عامل ازاي، والانستول تايم بتاعك كان امتى لو انت ما كنتش منزل الابلكيشن. وهنا بيقول لك بقى الايفنتات اللي انت عملت لها فاير. يعني هتلاقي هنا ده الايفنت اللي انا دخلت عليه بالتاريخ بالوقت كل حاجه، وده التوكن بتاعها. فعن طريق ده انت تقدر تتاكد وتميك شور يعني ان الايفنتات بتاعتك اتعمل لها سيت اب صح. ولو في حاجه مش واضحه ابعتولي، وانا ان شاء الله هعمل لكم الفيديو التاني اللي هيكون بيتكلم عن باقي السيت اب ان شاء الله. شكرا جدا لكم.